هعرض لك مجموعة صور هتبين لك قوة الزمن وتأثيره على الأشياء. لأكتر من 20 سنة والراهب ده بيصلي في نفس المكان أو في الحتة دي، لدرجة إن رسمة رجليه اتحفرت في نفس الحتة دي تحديدا، والناس كلها قالت إن هو بيصلي 3000 مرة في نفس المكان ده بالظبط. شخص تاني مدمن للعبة باك مان وبيلعبها بقاله سنين طويلة، لدرجة ان خريطة اللعبة اتحفرت على شاشة التلفزيون حتى وهو مطفي. بيقولك ان كان في 2 اخوات كانوا بيلعبوا بالعربية بتاعتهم وهم صغيرين في المنطقة المحظورة بتاعت المفاعل تشيرنوبل قبل ما يتم اخلاءها من السكان، وبعد حوالي 30 سنة كانوا رجعوا لنفس المكان اللي كانت فيه الكارثة ولقيوا العربية بتاعتهم زي ما هي، ودي صورتها حاليا. اما الراجل ده فهو سواق على عربية نقل كبيرة وبقاله سنين في المهنة دي، وتحس ان نص وشه اللي بيتعرض للهواء جنب الشباك والشمس عجز اكتر من نص وشه التاني. ولا التاني ربط العجله بتاعته في شجره ومشي وما رجعلهاش تاني للابد، ومع فوات السنين كانت الشجره كبرت وبلعت العجله جواها. لو وصلت معايا لحد دلوقتي وعجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه لو انت لسه جديد، وشجعني كده بكومنت جميل، واستنى مني ان شاء الله كل يوم فيديو. سلام.